ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية في منطقة أستورياس القبض على رجل أعمال إسباني من أصول مغربية في نهاية الأسبوع الماضي بتهمة استغلال عمال مغاربة غير قانونيين في شركته الزراعية. جاءت هذه العملية بعد شكوى موجعة من أحد العمال الذي قال إن المتهم خدعه بوعد كاذب، حيث أوهمه بأنه سيسوي وضعه المهني مقابل مبلغ ضخم يصل إلى 5,000 يورو. وخلال التحقيقات التي تمت بالتعاون مع مفتشية العمل والضمان الاجتماعي في إسبانيا، ظهرت الحقيقة الصادمة. العديد من العمال كانوا يعيشون في جحيم يومي، مضطرين للعمل لساعات تفوق 12 ساعة دون انقطاع ودون أي يوم راحة، في أعمال قاسية كالعمل في قطع الأشجار. وجد هؤلاء العمال أنفسهم في ظروف لا ترحم، لا توفر لهم حتى الحد الأدنى من معدات الحماية المطلوبة. والأسوأ من ذلك أنهم لم يتلقوا أي تدريب يحميهم من المخاطر المهنية التي واجهوها، رغم تعاملهم مع آلات خطيرة مثل المناشير وقواطع الفرشاة. هذه القضية تسلط الضوء على الوجه القاسي لبعض رجال الأعمال الذين يستغلون ضعف وحاجة العمال، غير عابئين بحياتهم أو كرامتهم.